تخيلوا كده إن حد رايح يدور على أهم بيانات مالية عشان ياخد قرار استثماري مصيري، وفجأة يلاقي باب إلكتروني مقفول في وشه مكتوب عليه لحظة واحدة من فضلك. موقف مستفز جدا بصراحة. جدا. والموقف ده بيحصل كل يوم، وده بالظبط اللي هنغطس في تفاصيله النهاردة. احنا متعودين ان الانترنت شغال بضغطة زرار، بس فجأة بنلاقي نفسنا في غرفة انتظار رقمية بتوقفنا في مكاننا. أيوة، وخصوصا في المواقع الكبيرة. بالظبط. المصدر اللي بنحلله النهاردة غير تقليدي بالمرة يا جماعة. احنا مش قدام تقرير مالي، احنا قدام صفحة حماية من كلاود فلير ظهرت على موقع investing.com. مفارقة غريبة فعلا. اللي هو كنا داخلين ندور على أرقام وأسهم، لقينا نفسنا قدام لجنة تفتيش للإنترنت. طب خلينا نحلل الموضوع ده. إيه اللي بيحصل بجد في ال3 أو 4 ثواني دول؟ اللي بيحصل أعمق بكتير من مجرد شاشة انتظار عادية. المصدر بتاعنا بيوضح إن الموقع بيستخدم خدمة أمنية للحماية من الروبوتات الخبيثة أو البوتس. البوتس، أيوة. المواقع المالية دي عبارة عن مناجم ذهب للبيانات. المثير للاهتمام هنا إنهم لازم يفلتروا مين اللي داخل. أنا فاهمة إنهم مش عايزين روبوتات تسرق البيانات، بس ليه يوقفوا كل الناس على الباب؟ سؤال منطقي. يعني الموضوع عامل كأنك بتعامل كل زبون داخل البنك على إنه حرامي لحد ما يثبت العكس. مفيش طريقة أذكى من كده؟ الفكرة يا ستي إن الهجوم مش بيجي في شكل شخص واحد، ده بيجي في شكل جيش كامل من البرامج الآلية. جيش من البرامج؟ بالظبط، جيش بيعمل سحب للبيانات بشكل مكثف جدا، وده ممكن يوقع سيرفرات الموقع كلها في ثواني. يا ساتر. عشان كده الثواني اللي بتشوفوا فيها الدايرة بتلف دي هي مش مجرد انتظار، دي حرفيا عملية استجواب معقدة جدا بتحصل في الخلفية. استجواب؟ إزاي يعني أنا بكون قاعدة بصة للشاشة وما بعملش أي حاجة؟ النظام بيطلب من جهازي يعمل إيه بالظبط؟ هنا بقى بيجي دور الجافا سكريبت اللي المصدر بيطلب تفعيلها. النظام بيبعت للمتصفح بتاعك ألغاز رياضية معقدة ومخفية. ألغاز؟ أيوة، وبيطلب منه يحلها في أجزاء من الثانية. ده بيسموه إثبات العمل. المتصفح الطبيعي اللي بيستخدمه إنسان بيحلها بسهولة في الخلفية من غير ما تحسي. طب الروبوت؟ الروبوت المبرمج إنه يخطف بيانات ويجري، يا إما ما بيفهمش جافا سكريبت أصلاً، يا إما لو حاول يحل الآلاف من الألغاز دي معالج البيانات بتاعه هيتحرق. وهيبقى تشغيله مكلف جدا. بالظبط، وهيبقى مستحيل للمخترق إنه يكمل الهجوم. لا، ثانية واحدة. الجافا سكريبت دي فهمناها، بس أنا طول عمري أسمع إن الكوكيز دي مجرد ملفات مزعجة بتتبعنا عشان تطلع لنا إعلانات جزم على السوشيال ميديا. ده مفهوم خاطئ عند ناس كتير فعلا. طب ليه حائط أمني زي ده يصر إن الكوكيز تكون متفعلة؟ إيه علاقتها بالأمان؟ في سياق الحماية هنا الكوكي عاملة زي الختم اللي بتاخديه على إيدك بعد ما بتعدي من التفتيش في أي مكان. فهمتك. أول ما المتصفح بتاعك يحل اللغز الرياضي، النظام بيديله كوكي عشان لما تيجي تفتحي صفحة تانية جوه نفس الموقع ما تضطريش تستني ال5 ثواني دول تاني. يعني الكوكي هنا هي دليلي إني لسه معدية من الاختبار بنجاح قريب. اللغز هو الامتحان والكوكي هي شهادة النجاح المؤقت. صح جدا، ده أحسن وصف ليها. طب وبالنسبة للكود الطويل اللي مكتوب في المصدر اللي اسمه راي اي دي وجنبه حروف وأرقام كتير، ده بيبان كأنه مجرد سيريال نمبر عشوائي ملوش لازمة. لو ربطناه ده بالصورة الأشمل، الكود ده أبعد ما يكون عن العشوائية. الراي اي دي ده عبارة عن بصمة جنائية رقمية فريدة جدا. بصمة رقمية؟ أي طلب بيدخل على شبكة كلاود فلير بياخد الكود ده. لو حصل أي هجوم سيبراني، المهندسين مش بيقعدوا يخمنوا، هم بيتتبعوا البصمة دي عشان يعرفوا مصدر الهجوم بالظبط. أيوة، بيعرفوا بالملي ثانية وبالمكان الجغرافي مصدر الهجوم وتفاصيله. هو ده الخيط الدقيق اللي بيربط كل حاجة ببعضها. يا سلام. يعني احنا بدأنا البحث عن مؤشرات أسهم وانتهينا باكتشاف حرب رياضية خفية بتحصل جوه متصفحاتنا واحنا مش حاسين بيها خالص. فعلا، عالم خفي شغال واحنا بنشرب القهوة عادي. طب نيجي بقى للسؤال الأهم لكل الناس اللي بتسمعنا. بناء على التحليل الفني للمصدر الوحيد اللي بين ايدينا النهاردة، نشتري ولا نبيع؟ دي بقى أكبر نكتة في الموضوع كله. إزاي؟ بناء على الصفحة الوحيدة اللي معانا، احنا مش هنعمل أي حاجة خالص، لا هنشتري ولا هنبيع. عشان حائط الحماية منعنا تماما من إننا نشوف أي رقم، صح؟ بالظبط كده. حائط الحماية منعنا من الوصول لأي مؤشر مالي من الأساس. احنا حرفيا لسه واقفين في الشارع بره المبنى وما دخلناش البورصة أصلا. مفيش أي قرارات استثمارية النهاردة إذن؟
بس بصراحة الموضوع ده بيسيبنا قدام فكرة مرعبة شوية نفكر فيها. فكرة إيه؟ مع التطور الرهيب والسريع للذكاء الاصطناعي، تفتكروا هيجي يوم وتبقى الروبوتات الخبيثة دي قادرة تحل الألغاز الرياضية دي ببراعة المتصفح بتاعنا؟ سؤال يخوف فعلا. وهل إثبات إننا بشر هيبقى أصعب حاجة بنعملها على الإنترنت؟ يا ريت يا جماعة تشاركونا رأيكم في التعليقات. أيوة، قولوا لنا هل بتحسوا بالانزعاج من صفحات التحقق الأمني ده ولا بتشوفوها ضرورية ومهمة؟ وما تنسوش لو عجبكم تحليل النهاردة تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أصحابكم اللي بيهتموا بالتكنولوجيا والأسواق المالية. وأكيد طبعا اعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا كل تحليلاتنا الجاية. شكراً ليكم واستنونا في غوص جديد في التفاصيل المرة الجاية.